بسم الله الرحمن الرحيم. هستأنف موضوع اعتقد ان هو موضوع مهم جدا، موضوع الساعه، اللي هو موضوع عمرو اديب واعلانه بكل تبجح انه حصلوا على الجنسيه السعوديه. اذا هناك دافع خلاه يحصل على الجنسيه السعوديه. ايه هو الدافع ده؟ هو عايز يقول بصراحه ان انا كنت طول عمري جاسوس لآل سعود في مصر 30 سنه زي ما هو قال، وان انا كنت بنفذ، وان انا كنت ذراع اعلامي بحمي المصالح السعودية في مصر، وبوجه الرأي العام في الاتجاه اللي اللي يخدم المصالح السعودية. وأن كمكافأة ليا على هذا الإنجاز 30 سنة، زي رأفت الهجان كده ما اتزرع في إسرائيل 30 سنة برضو أو حاجة زي كده. فأنا كمكافأة ليا ادوني الجنسية السعودية كمكافأة على مجهودي وعلى بلائي، خصوصا أثناء ثورة يناير وما بعدها، والانقلاب بتاع 30 يونيو. مجهوده هو ومراته بالذات، هو ولميس الحديدي. فاكرين طبعا لميس الحديدي كانت بتقول يا دكتور مرسي مش قد الشيله ما تشيلش، عشان مش عارف البنزين زاد شيلين ولا زاد ايه. لكن دلوقتي لما البنزين بقى ب 10 جنيه ما بتتكلمش، ما بتقولش الشيله ومش الشيله، لا لا لا، مفيش كلام من ده. وطبعا عمرو اديب هو اللي قال على الاخوان اللي خرفان ومش خرفان، مع ان ربنا سبحانه وتعالى حرم التنابز بالالقاب. يعني الخلاف السياسي، انا مش من الاخوان او ما، يعني او مؤيد ليهم، كنت ضد انهم يدخلوا في السياسه، لكن حرام ان انت تصف بشر باسماء بانهم حيوانات. حرام، حرام شرعا. وبالتالي هو ارتكب خطيئه هيتحمل وزرها ووزر كل من يستخدمها حتى اليوم. في عشرات والاف الناس بسمعهم انا يقولوا خرفان ويرسموا خرفان كده وبتاع. اي حد يعترض يعني على اي حاجه يقول انت خروف ومش خروف. ايه خروف يعني؟ طب يعني عايز شوف حكمه ربنا سبحانك يا رب العز. الحيوان الوحيد اللي ربنا كرمه في القران هو الخروف. ازاي؟ مش ربنا قال وفديناه بذبح عظيم على اسماعيل؟ ابراهيم كان هيذبح اسماعيل ابنه، ربنا قال له انت لقد صدقت يا ابراهيم، قد صدقت الرؤيا، خلاص انت، انا انت نفذت الرؤيا. وفديناه بذبح عظيم. الحيوان الوحيد اللي عظيم، اللي ربنا قال عليه عظيم، هو الخروف. يا خروف شوف، شوف حكمة ربنا. لا، بص انا مختلف مع الاخوان، مختلف ان ادخال الدين في السياسة، لان انا الديمقراطية ما ينفعش تستخدم لاغراض دينية او عرقية او مذهبية او قبلية. يعني ما ينفعش مثلا في دولة زي السعودية تقول احزاب فكل قبيلة تعمل حزب. ده هدم الديمقراطية. الديمقراطية دي مصالح، مصالح اقتصادية فقط لا غير. يعني حزب مع العمال والحقوق العمال وحزب مع ملاك المصانع وهكذا. يعني زي انجلترا حزب المحافظين، ده حزب بيدافع عن مصالح اصحاب الاراضي. حزب العمال بيدافع عن مصالح اصحاب المصانع والعمال اللي في المصانع. هي دي الاحزاب. انما احزاب تستخدم لاغراض دينيه او مذهبيه او عرقيه، ده غلط. هذا غلط، هذا تدمير الديمقراطيه. فالمهم ان عمرو اديب بيعلن انه خد المكافاه اخيرا على مجهوده الضخم اللي عمله. لان طبعا كانوا خايفين جدا ان الثوره، الربيع العربي، يمتد الى العروش الخليجيه. دي كانت حاجه يعني سببت لهم ذعر. فطبعا اشتغلوا جامد جدا وعملوا حاجات كتير جدا هم والامارات واسرائيل وامريكا طبعا. يعني كانت هي المهيمن على الحكايه دي من بعيد. وطبعا وصلنا الى النتيجه اللي انتم شايفينها، انتهت الثوره تماما يعني، ورجعنا اسوأ من ايام مبارك حتى. فعمرو اديب خد مكافئته اخيرا على ده. بس انا عايز اساله سؤال يا عمرو. حصلت حروب كتير جدا بين مصر والسعوديه من ايام الهكسوس زي ما انا شرحت. لو قامت حرب، انت المفروض ان انت بجنسيتك السعوديه هتقف مع مين؟ هتحارب مع مين؟ افرض حصل استدعاء للاحتياطي، انت او المخابرات السعوديه
قالت لك تعالى عايزين نعمل كذا 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 كذا، لان احنا بنحارب مصر. هتعمل ايه ساعتها؟ هتعصى الاوامر يبقى هيحكم عليك بالاعدام. ده خيانه وطنيه، تبقى خائن. ما ينفعش تبقى زي مثلا ايه، واحد معاه جنسيه اسرائيليه وجنسيه مصريه، ينفع؟ ما ينفعش، لان في تعارض مصالح. اللي بيقول لك في ناس كتير، البهايم اللي بيكتبوا في ناس كتير معاهم جنسيتين واكتر، يا بهايم، بشرط ما يكونوش دول في حاله عداء. يا بهايم، دولتين يعني اوكرانيا وروسيا، ينفع واحد معاه جنسيه اوكرانيه وجنسيه روسيه؟ لا، ما ينفعش. ازدواج الجنسيه ده ممكن في حاله مثلا ايه، انجليزي وامريكي، ممكن يبقى معاك جنسيتين، او انجليزي واسترالي. لكن دول في بينها مشاكل او تنافس حتى او كده، لا، ما ينفعش. لازم تتخلى عن واحده منهم. فعمرو اديب، مصر والسعوديه في بينهم صراع تاريخي، دي حاجه معروفه. المهم انا عايز اتكلم على من هو اول، طبعا من القاب ملك السعوديه خادم الحرمين الشريفين. طب مين هو اول واحد اطلق عليه هذا اللقب؟ السلطان المصري الظاهر بيبرس. ازاي؟ طب حصل ازاي؟ حصل ان الخليفه العباسي اللي هو ولي امر المسلمين طلب من بيبرس، السلطان بيبرس، ان يضم الحجاز الى حدود الدوله المصريه اللي هو سلطان عليها. فالسلطان بيبرس ضم الحجاز واصبحت من املاك الدوله المصريه. وعشان يثبت الملكيه دي ويأكدها، ارسل كسوة الكعبة على رأس جيش، وبقى تقليد من ساعتها، من 800 سنة ولا 1000 سنة، لحد سنة 52 يمكن، لحد القرن العشرين. قوات من الجيش بتروح تكسو الكعبة. دي العملية هنا ليها رمز، لأن الحجاز جزء من مصر بتكليف من أمير المؤمنين الخليفة العباسي. ليه هو كلف الظاهر بيبرس؟ لأن كان في الاوروبيين الصليبيين والاوروبيين كانوا عايزين يهدموا الكعبه، فكانوا يبعتوا سفن في البحر الاحمر ويحاولوا يعملوا انزال عشان يروحوا يهدموا الكعبه. فكان اللي بيتصدى بيه ليهم مين؟ الاسطول المصري. كان بيتصدى ليهم وبيضربهم وبيحاربهم اكثر من مره، اقروا كتب التاريخ. فالخليفه العباسي عشان يامن الحجاز ويامن الكعبه، طلب انها توضع تحت حمايه مباشره لسلطان مصر هي والحجاز. من ساعتها اصبح حق تاريخي لمصر الحجاز جزء من مصر، من الخليفه العباسي ولي امر المسلمين. مش في طاعه ولي الامر، مش ده ولي امر ولا مش ولي امر. ولي الامر قال الحجاز جزء من مصر، ده حق تاريخي، مش حق الال سعود. قبل الال سعود بيظهروا اصلا كانوا قطاع طرق مثلا ولا حاجه في البتاع. فاذا الحجاز ده جزء من مصر. واول خادم حرمين شريفين هو السلطان المصري. حاكم مصر يجب ان يضم في القابه لقب رئيس مصر، في القابه وخادم الحرمين الشريفين. ده حق تاريخي. حتى الان ملك انجلترا من ضمن القابه ملك فرنسا، حتى الان من ضمن القابه ملك فرنسا. ده حق تاريخي ما يتنزلش عنه. دلوقتي صعب ومش عارف ايه، بس ده حق تاريخي ما يسقطش بالتقادم. يمكن الظروف تتغير في يوم من الايام وفرنسا تبقى تابعه لانجلترا، زي ما كانت في يوم من الايام تابعه لانجلترا. ده حقوق تاريخيه. فاحنا الحجاز ده حق تاريخي لمصر، حق تاريخي من 1000 سنه مثلا. دي حاجه ايه ده، وايام الفراعنه طبعا. دي يعني الحجاز دي طول عمره تبع مصر. وهي السيده هاجر دي اصلا زوجة اسماعيل، ام اسماعيل، مش مصريه؟ مش اميره مصريه؟ هي اللي اسست الكيان الحجازي كله. الحجاز ده ام الحجازيين كلهم هي هاجر، الاميره هاجر، الاميره المصريه هاجر. دي كانت اميره ملك الشمال. يعني كان في مصر حرب اهليه بين الشمال والجنوب. هاجر دي كانت اسيره بعد الحرب، الجنوب انتصر، تم قتل الملك بتاع الشمال، ودي كانت زوجته، او كانت هتبقى زوجته حاجه كده يعني. فتم اسرها وتم اهدائها الى ابراهيم عليه الصلاه والسلام. فانجب منها سيدنا ابراهيم اسماعيل. وطبعا موضوع الصفا والمروه انتوا عارفين، دي اميره مصريه. يعني كل طقوس الحج دي وبئر زمزم ده كل دي حاجات مصريه، ده تراث مصري. اذا مصر الحجاز يتبع مصر.